400 سعر يا مفترية وعايزة تخسي؟ بتاخدي 400 سعر في اليوم؟ يعني بصرف النظر انا يعني ان انتي عملتيها ازاي دي، بس 400 سعر دوت دخلتي جسمك في حالة جوع، وادى اشارات لعقلك ان الست دي مجوعاني. فانت بقى تعمل ايه؟ هتخزن كل حاجة بتاخدها، وجاية مستغربة ان ما بخسش ليه مع اني ما باكلش. ما طبيعي مش هتخسي. احنا اقل سعرات الجسم بيحتاجها 1200 سعر عشان يشتغل كويس، والحرق بتاعه يشتغل كويس وياخد كل احتياجاته من المعادن والفيتامينات. تقومي انتي تديله 400 سعر؟ استحالة هتخسي. وايه الحل؟ الحل ان حضرتك تمشي على دايت مظبوط فيه كل العناصر الغذائية ويكون متوازن، تاخدي كل حاجة انتي محتاجاها بسعراتك اللي جسمك محتاجها. ده يا مؤمنة، ده الفيري لو كالوريك دايت بيبقى 800 سعر مش 400. وال800 دول بياخدوهم من مكونات بتبقى متجهزة ومعمولة ان هي تدي الفيتامينات والمعادن اللي الجسم محتاجها. يعني حاجات بتبقى جاهزة بتتجمع من الصيدليات وتتاخد عشان تديني الRDA من الفيتامينات والمعادن اللي انا محتاجاها، وبنمشي عليه فترة صغيرة جدا مش اقل كمان من 800 سعر. الجوع وان انا اخد ماكلش وافوت وجبات واخد حاجات قليلة خالص كده مش بيجيب نتيجة، هتتخني زيادة، وده اللي بيحصل. ما تجوعوش نفسكم على الفاضي. ناكل بكميات معقولة، ندي الجسم احتياجاته من السعرات. يعني يوم ما تبقي عايزة تقللي خالص 1200 سعر، ما تنزليش عن كده. انما لا 400 ولا 500 ولا الكلام ده كله ما بيحصلش. حتى الفيري لو كالوريك دايت ده بيبقى تحت اشراف طبي، ما ينفعش تمشي عليه لوحدك.